السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الحرشه اللي تنصايبها بتيميجه اولا مرسيطه، كل واحد شنو تيقول ليها. هاد الحرشه تتجي بنينه بزاف بزاف وزوينه وسخونه في هاد البرد هذا. المهم غنبقاو مع المقادير باش نبداو بطريقه التحضير. عندي تيميجه هكا، وعندي شويه ديال الزيت باش غادي نبسبس السميده، وعندي الملحه، وعندي سميده رقيقه وخماره، والماء باش غادي نطحن تيميجه، واحد المعلقه كبيره ديال سنيده. انا ما متوفاش عندي سنيده، ما عنديش، غادي ندير السكر بودره. تنحيد هذوك الوراق هكا باش نحيد داك الساق، ما عندي ما ندير به بحال هكا، وغادي نطحن في الخلاط. وهذاك الماء هو اللي غادي نخلط به الحرشه ديالنا. السميده هي هذيك الحرشه. غادي نطحن هذا الشيء هذا ونرجع معكم. بالنسبه للحرشه انا غنديرها في مقله عندي كبيره، يعني القياس اللي غنعطيكم اللي غادي ندير ديال السميده، فعينكم ميزانكم على حساب الحرشه اللي غادي ديروا، على حساب المقله اللي غادي تستعملوا نتوما، واش كبيره ولا صغيره. هذيك التيميجه رانا خلطتها في المولينكس طحنات، وغادي نبدا دابا. عندي هنايا عندي السكر، زلاف معلقه ديال السكر والسميده والملحه وشويه ديال الزيت. غادي نخلط هذا الشيء مزيان حتى يتبسبس، وغادي نقص في هاد الزلافه شويه باش غادي نخدم عاد، باش غادي ندير الخماره ونخلط بالماء. الماء راه فاش طحنت التيميجه راه ما سخون ما حتى حاجه، راه غير ديال الروبيني عادي. بالنسبه للحرشه راه باش تجيكم زوينه وبحال ديال المحلابات، تتصايبوها بحال هكا، تتبسبسوها بحال هكا. الا بغيتوها الصباح مثلا في الفطور راه تقدروا ديروها هكا وتغطيوها حتى الصباح، عاد تزيدوا فيها الخمارات، وعاد باش ديروا الماء وتخلطوها وديروا وطيبوها. ويمكن لكم عاوتاني الا كنتو باغيين ديروها في الكاسكروط، غادي تخلطوها هكا في الصباح وتخليوها حتى العشيه. المهم هي قد ما بقات هكا تتجي الحرشه زوينه بزاف بحال ديال المحلابات. دابا من بعد ما نقصت هاد الزلافه هادي اللي غادي نخدم بها، نحطها على جنب، وغادي ندير الخماره. غادي ندير وحده ونص، وغادي نعجن بهذاك الماء اللي عندي في الكاس ديال مولينكس. وهنا معكم هانتوما الحرشه خويت فيها هذاك الماء، خلطتها. الحرشه دائما ما تنعجنوهاش، نديروها هكا ليدينا، تنخليو غير صباعنا بحال هكا وتنخلطوه بحال هكا. هانتوما راه جاريه شويه، انا تنديرها جاريه باش تجي يعني باش تجي طريه وزوينه. انا دابا غادي نديرها في المقله، نوريكم كيفاش تندير ليها في المقله اللي دهنتها من قبل. تناخد واحد البلاستيكه اللي قطعتها، تنحطها بحال هكا، تنستفها فوق المقله. صافي منين تندير هاد البلاستيكه، تندير الحرشه الخليط ديالي اللي عندي، وتنقرصو بحال هكا حتى يشد ليا، تيعمر ليا المقله كامله. على هذا الشكل هذا. صافي دابا راه مزيان. نجيب واحد المعلقه ولا سباتيل ولا اللي كان باش نقادوها من الجناب هكا. ودابا غادي نقلبها في الخشبه بحال هكا باش نحيد البلاستيكه ونردها للمقله. بحال هكا ونعاود نقادها، وغادي ندير ليها هذا من الفوق.
وصافي دابا غادي نديرها باش طيب، وغادي نتقبها شي تقيبات بالطيب، وصافي غادي نخليها طيب. غنبقى ندورها حتى تحمر من جميع الجهات. والحرشه من بعد ما طابت من الجهه الاولى، شوف كيفاش تجي فتيه بزاف ومشيشه. من بعد ما طابت من هنايا رانا قلبتها. ممكن عارفين الطريقه ديال كيفاش نقلبوها، تنديروا الخشبه وتنقلبوها ونهزوا المقله ونعاودوا نردوها. والحرشه ديالنا ها هي طابت ووجدات. ها نتوما كيفاش تجي كلها حبه على اختها من الداخل، شوفوها. ودرتها مع زبيده بلديه وشويه ديال العسل الكويس ديالها تجي روعه. ونتمنى ان شاء الله من الفيديو ديال اليوم يعجبكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.